لو تعرفي قد انا بحبك، بس انا مش عارف اعمل ايه. انت حطيتني في موقف مش كويس. انا مقدره انك بتحبني، بس في عقبه في حياتنا. ايه هي العقبه؟ العقبه اللي في حياتنا انه صاحب عمرك يعرف انك بتحبه. انا عارف ان الموضوع صعب علينا، بس احنا الاثنين وانا في حب بعض. طب اقول لك على حاجه، الحل الوحيد انك تروح تصارح اخويا تقول له على كل اللي بينا. انت فكر اللي بينا سهل، انت غلبانه قوي. انا عارفه انه اللي بينا مش سهل، بس احنا حبنا قوي من كل حاجه. انا عارف كل الكلام ده يا صافي، بس راح اقول له ايه؟ اقول له بحب اختك؟ اقول له صاحب عمري بحب اختك؟ بجد تهزري؟ قول له مش بتحبني، قول له. سيبها لله يا صافي، فكر في الموضوع ده. انت هتفضل ساكت كده كتير؟ ما تحكي يا ابني، قول عايزني في ايه؟ بص يا محمد، الموضوع اللي احكيه لك دوت خطير، يعني سر ما كنتش يعني متوقع ان انا اكلمك واكلمك فيه اصلا، بس انا هكلمك اخ ويعني سر ما بيننا. هتصونه؟ اللي انت بتقوله ده يا ابني، ما انت اكيد عارفني على ايه. ايوه عارف يا محمد، عشان كده كلمتك. طب ما تحكي يا ابني، قول لي في ايه؟ بصراحه يا محمد انا بحب اخت عمر. انت اتجننت يا ابني؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ ما اتجنتش ولا حاجه، بس الموضوع يعني هو جه كده وحبينا بعض. انا عارف ان انت يعني مش مستوعب اللي انا بقوله لك، بس انا مش عارف اقول له عمر ولا اعمل ايه، وفي بينا حاجات كبيره، وعمر لو عرفها تبقى مشكله كبيره قوي. يعني ممكن يعني لا يموتني لا يموت، فانا مش عارف اعمل ايه. تخيل ان صاحب عمره يطلع بيخونه. وانت ازاي اصلا سمحت لنفسك انك تكمل في حاجه زي كده؟ انت اتجننت يا ابني، ده صاحب عمرك اللي عمره ما سابك اصلا. خلاص بقى يا محمد بقى، وانا جايبك تقطمني؟ انا جايبك هنا افضفض معاك شويه، فكر معايا اعمل ايه. انت كده مش محتاج تفضفض معايا انا، انت لازم تحكي له وتقول له كل حاجه. بص يا محمد، مش هقدر. خلاصة الكلام ولا كأنك سمعت حاجه. اللي انت شايفه يا صاحبي، وانا هقوم وامشي ولا كأني سمعت حاجه. اطرش تمام؟ يا صافي، انا عايز اقول لك على حاجه كده انا عملتها النهارده. انا كلمت محمد صاحب عمر وحكيت له على اللي حصل، يعني قصتنا وكده وهو قاعد بقى يقلني فيا وكده، وانا كنت يعني بحاول اشوف حل، نوصل لحل عشان اقول له كلام من ده، بس حاسس ان هو هيقول له. انت حمار، ازاي تقول لصاحب اخويا؟ اعمل ايه يعني؟ هي جت كده. جت كده ايه؟ هي لو كانت جت منك هيبقى احسن. هو كده كده هيقول له، وانا مش مسؤوله على اللي هيحصل. خلاص صافي، روحي دلوقتي، روحي. خير، ماشي، يلا سلام. براحتك بقى. بقول لك يا بنو، عايز اتكلم معاك في موضوع، يعني حاجه بصراحه مضايقاني. يعني اتكلم يا عمور. حاجه بخصوص اختي وكده، يعني انت اخويا طبعا ولازم اتكلم معاك، وانت دايما اللي بتقف جنبي في الحاجات دي. في حيرتني معاك. بص، انا بقالي كام يوم كده حاسس انها مش على بعضها، وحاسس انها بتكلم حد والكلام ده، بصراحه شاكك. ف مش عارف، انا عايزك تشوف لي الموضوع ده لو ينفع يعني. شوفوا ازاي يعني؟ مش عارف، حاسس انها ممكن تكون عارفه حد بتكلمه الكلام ده، فانت بتدور وراها وكده يعني. ما انا مش لاقي حد اعرفه غيرك بصراحه يحل لي الحوار ده. متقلقش يا عمور، سيبها لله. انا هراقبها لك، شوف هو بيتكلم مين. بس ما تزعلش بس. ده عمور. يا عمور كنت فين يا ابني اكبر كده؟ حبيبي، مختفي بالك فتره ليه؟ لا مفيش والله، بس كنت متضايق شويه يعني. ما كنت فين كده؟ كنت بقابل بينو وبتاع، كنت بتكلم معاه في موضوع. ايه ده بنوه؟ اتكلم معاه في ايه؟ بس كنت بحكي له حاجه عن اختي يعني كده. حاجه عن اختك؟ ايوه يا ابني، عادي، في ايه ما بينه واخويا يعني؟ في مشكله؟ بنوه اخوك؟ لا يا عمر، بنوه مش اخوك. انت هبل يا ابني، انت ليه بتقول كده؟ عشان هو بيخونك مع اختك، افهم بقى. انت هبل يالا، انت بتقول ايه؟ انت بتمسكني من التيشيرت وعايز تضربنا صاحبي. عموما نزل ايدك، مهما يحصل بينا احنا مش هنخانق. انت عارف انت بتتكلم عن مين؟ ايه اللي يثبت كلامك ده اصلا؟ ايه اللي يثبت كلامي ده؟ انا مش بقول اي كلام وخلاص على الفاضي. على فكره انا مصورهم. خد يا عمر. صافي